هذا رجل من اهل جيزان يقول عام 1421 توظفت في احدى الشركات وكان الراتب 1500 ريال. اشتغلت معاهم شهر واستلمت الراتب الاول في 15 من الشهر الثاني. يقول معنا شايب كبير في السن، من ضمن المهام اللي احنا نقوم بها شيبان وفيها ناس شباب واغلبهم شباب. يقول يتنقل بين زملائي الشباب. يقول لي مرة عند هذا مرة، اللي فهمته ان الرجل يمر بضائقة مالية ويبي احد يكفله في بنك التسليف. طبعا بنك التسليف كان في هالوقت يعطي قرض 25000 ريال ظاهر، هذا كلامه 25 ترميم. فيقول يترجاهم ترجي عجيب يعني، وكانه يعني شوي. لا يقول انا ما يعرفني ولا اعرفه بحكم اني موظف جديد ولا بيني وبينه علاقه، بيني وبين اثنين اللي جنبي، لكن هو ما بقى احد ما مر عليه، يترجاهم ترجي عجيب. فاللي سبحان الله يقول له انا كافل، والثاني يقول له انا ما اقدر، والثالث يقول انا علي ديون. فيقول والله انها اخذتني الرحمه فيه، انا ما بعد تزوجت ولا عندي ظروف ماديه ولا شيء. اليوم الثاني اشوفه برضه يرد على اثنين، اليوم الثالث يعني باقي على نهايه الشهر الظاهر 10 ايام او 20 يوم. يقول الشاهد الكلام، جيت انا وبادرت بالكلام. السلام عليكم، عسى ما اشر، وش فيك؟ قال انت الموظف الجديد؟ قلت انا الموظف الجديد. قال والله انا عندي ظرف ومحتاج مبلغ وعلي جلسه في المحكمه بعد 10 او 15 يوم، والمحكمه هذه فيها تنفيذ، اذا ما سددت المبلغ بسجن، وعيالي في البيت والله ما عندي من يطعمهم، اقسم بالله العظيم ما حد معطيهم خبزه. طبعا المنطقه جيزان كثير منها يعرف فيها رجال وفيها. يقول والله اني اويت، كم المبلغ؟ قال 25000 ريال. كم القسط؟ والله ذكر 450 او 500 ريال. يقول قعدت اراود نفسي، قلت لو اصعب الظروف ما سدد، انا عندي 1500 ريال، 1000 تكفيني 500. يقول قمت بيني وبين نفسي وقلت ما ابغى ينقطع الخير بين المسلمين، والرجل هذا شفته يروح للناس الاصغر منه يعني بكبر عياله وهو شايب لحيته، والرجل هذا ان شاء الله انه ما هو واجي. قلت توكل على الله انا بكفلك. قال صدق انت تعرفني؟ قلت والله انا من شفتك مع الشباب وترجاهم قلت والله ما اخليه. قال شوف ترى انا علي ظروف واخشى اني ما اتاخر في قسط ولا في قسطين ولا يمكن في الاقساط كلها، ترى انا ما جيتك، انت اللي جيتني. يقول قام يتكثر علي على اساس اني اهيئ نفسي لاسوء الظروف. قلت توكل على الله انا اللي جايك. يقول بالفعل عبينا اوراقنا واخذت تعريف راتب من الشركه ورحنا انا ويا البنك التسليف وعبينا الكمبيالات. يقول جاء داوم معنا اسبوع، بعد اسبوعين انقطع عن العمل. هو قمت اسال عنه، قالوا الرجال والله منقطع ورافعين في غياب 5 ايام 10 ايام. يقول ما عاد شفناه. يقول يوم اخذت لي شهر او شهر ونص الا البنك يستدعيني على اساس اسدد المبالغ هذه. يقول بالفعل بديت اسدد المبالغ هذه وانا عامل حسابي لاصعب الظروف. يقول اخواني واهلي دروا ولاموني، ولكني انا قلت لعلها ان شاء الله خير لي ولاهلي. واقعد كل هالسنوات اسدد هال 500 ريال حتى اكتمل ال 25000 ريال للرجال عند بنك التسليم. يقول نسيت الموضوع مع اني تالمت، مر علي ظروف صعبه جدا. يقول والله في نفسي دعيت عليه احيانا، اللي ما جاء حتى ولا اعتذر ولا شيء. ويمر على هالموضوع يا اخوان 11 سنه، زاد راتبي وتحسنت اوضاعي الماليه، عندي قطعه ارض في بلدي يقول في قرى جيزان، وقال لي والدي ليش ما تبنيها؟ يقول بديت ابنيها، اخذت فيها ظهر قرض، يقول وبديت ابني. يقول يوم جاء العظم توقفت عند العظم، ما عاد اقدر ادق مسمار واحد. جاني المقاول قال يا فلان، قلت نعم. قال احنا محتاجين 60000 ريال للعمال، انا ااجل دفعاتي بعدين بس اهم شيء العمال عشان يشتغلون. يقول رحت للبنك اللي في ديرتنا، يقول يوم جيت قلت الموظف البنك شوف لي اي حل، اعاده تمويل اي شيء. يقول يطقطق الكمبيوتر، قال والله لو تبي 5 ريال ما اعطيناك اياها، انت ماخذ حقك كامل وزياده على راتبك. اترجاه. يقول اروح المدير القسم واروح لواحد ثالث. يقول مريت على 4 موظفين لعل واحد منهم يلقى لي منفذ، حتى اني طلبت قلت ان كان في صابون يباع ولا من هالمواد الغذائيه اللي تباع وتشترى باي قيمه بس بيخلص عماري انا ساكن في ايجار. يقول ما حد رد عليه. يقول واطلع له العماره، يقول له لا معي خشب، يقول كسرته وحطيت عليه بريق براد شاي. يقول يوم قعدت لي ابو ساعه ونص للتليفون يرجع، انت فلان؟ قلت نعم انا فلان. من انت؟ قال عندك شاي؟ قلت لي قال والله انا جاي نتقهوى عندك. قلت والله ما اعرف الرجال هذا. يقول يوم اخذت لي بنص ساعه، انا تراني ارسلت له الموقع الا هو واقف عندي ذاك الجيب الجديد، يقول حتى بكلام اللي ممسوح بسمن. يقول يوم وقف عندي الجيب ولا انا شاب من هالخشب وحاطن عليه براد الشاي، يقول ما عرفت الرجال، رجال شخصيه ما عرفت. قاعد معي صبيت له شاي وصب لي وقاعد اسولف له شلونك ما شاء الله عندك عماره. قلت والله خايف بعد يتسلف ولا شيء. عندي عماره بس والله بتوقف ما عندي ريال. قال يقول واخذ اعطي معي. قال الله يعينك على العشاء الليله. قال بعد يقول قلت في نفسي شاي وعشاء الله يعين. يقول انا وياه، يقول اروح للاهل وجهز لي عشان انا وياه ويجي يتعشى معي. يقول الرجال ملامحه ما هي غريبه علي، لكني ما عرفته من شخصيته وهندامه ولبسه ما اعرف. يلعب له قلبه. يقول انا خايف انه مستاجر هالسياره وجاي يتسلف ولا يبيني ارهن بعد هالعماره ولا شيء. يقول يوم وصلنا البيت وتعشينا والخير قال ما عرفتني. قلت له والله ظاهرني مشبن عليك. قال من هو؟ قلت والله انساني ماني واهم، انت خويي اللي انا سلفتك ال 25000 ريال. قال ما شفت غيره. يقول وينك يا فلان؟ قال والله ترى لا تزعل علي، تراني دعيت عليك. قال والله لو تدعي علي للصبح من هنا للصبح معك كل الحق، لكن انا والله الله يفرج همك ويجزاك عني خير. رحت المحكمه وسددت ال 25000. على فكره في نقطه، يوم استلم ال 25 بنك التسليف جاء للموظف وقال له تبي منها شيء؟ قال لا والله ما ابي منها شيء عسى تكفي سداد دينك. يقول رحت المحكمه وفكيت مشكلتي مع المحكمه واستقلت. ولد عمي اللي قاعد يشتغل في قضاض مكه وشريت لي ديننا بالتقسيط واشتغلت معه، والحمد لله انا من اكبر الناس اللي ياخذون مواد المعاد هذه ما شاء الله تدويرها. اي نعم البيبان وهذه. يقول قمت اشتغل الحمد لله فتح الله علي، ما بين عيوني الا انت،
ما افكر فيه الا انت، لكن والله ما منعني عنك الا كثر الاشغال. شوفوا يا اخوان الله سبحانه وتعالى كيف يجازي. يقول انا كنت في البنك امس او نفس اليوم اللي انت فيه كنت تترجى الموظفين، وتذكر وانا اترجى الموظفين يكفلوني. شفتوا اللقطه؟ إيه؟ يقول انا كنت اترجى الموظفين الشباب يعطوني مبلغ علشان او يكفلوني في هذا، وانا لقيتك تترجى الموظفين. يقول سبحان الله شوف شلون التدبير. يقول والله لا توعدت انا وياك ولا ادعك. يقول شفتك وعرفتك فطلبت رقمك من موظف البنك، يا الله اعطاني رقمك بعد الترجي واتصلت عليك على طول وجيتك. فشوف شلون سبحان الله، الله العظيم كيف يدير الامور، كيف سبحان الله متى جاء المبلغ. يقول يوم تعشى وخلص ويزندني 150,000 ريال. يقول قلت هذا مالي الا 25,000 ريال. قال 150 ولا الحق جزاك، خلص فيها عمارتك وعمالي موجودين في المؤسسه الفلانيه وحرج عليك رحت العمال غير عمالي اي شيء تبيه. يقول يا اخوان والله انه يرسل لي مواد يقول انها زايده عندي في العماره هو شاريها، مواد جبس وبلاط ومواد صحيه، والان عمارتي هناك 3 ادوار بفضل الله ثم فضله. يقول والله لا عملت حساب ل 25,000 ريال. وشوف طريقه انه شفته انا مع الناس يترجاهم وهو شافني عند موظفين البنك يترجان، وكان الله يعني بعدله سبحانه وتعالى يؤسس لعمل خير. انك انت اذا عملت خير لله ونيتك صادقه ورأيت دم وجه الرجل هذا ينزف عند الناس وتلقاه مسكين يترجاهم ووقفت معه وحسيت بهالاحساس هذا، والله الرب ما يخيب ظنك، لانك انت ما تعطيه، أنت تعطي الله سبحانه وتعالى، أنت تتعامل مع رب عظيم، أنت تتعامل مع رب عادل. والفيلم رجع كامل بالملي مثل ما هو شافه. يقول أنا شفتك في البنك تترجى المدير تترجى الموظف تترجى هذا. يقول والله إني أتدبر، أقول سبحان الله وش شافني في الوقت اللي أشوفه في المنظر هذا. يقول يعطيني 150,000 وأخلص فلتي ويجيب لي عمالة ويجيب لي دينتين من المواد الصحية. يقول والله إنها فايضة عندي في المستودع، والله جزء منها موديلات السنة هذه جديدة تو شاريها لا هي فايضة ولا شيء. والآن هو صديق لي وأنا يا أخوان هذه القصة أذكرها، ما أبي الخير يتوقف عن أمة محمد، ما أبي إن الواحد يقول أنا كفلتها. أنا ما أقول لك اكفل الناس ولا لا تكفلهم، لكن إحنا لازم نوقف مع بعض ولازم نساعد بعض ولا بالبسيط. يعني الشيء الفايض عن حاجتك يعني حاول تبذله كأنه صدقة، حتى لو ما جاك شخص محتاج ب10 ب20,000 ريال مو بشرط ترده في 10,000، لو 500 ريال ولا 1000 ريال أعطيه عانية. أسأل الله العلي العظيم ينفع بالقصة وجزاك الله خير.